اصحي يا نايم، وحد الدايم، رمضان كريم. فاكرين لما كان رمضان بيبدأ من الشارع؟ حبال الزينة الورق اللي بنقصقصها بإيدينا، والفانوس اللي بيتربط بسلك من البلكونة دي للبلكونة دي. الدنيا كانت بسيطة، بس الفرحة كانت واصلة للسما. وصوت المسحراتي، خبط الطبلته اللي كانت بتخلي قلبنا يرقص قبل رجلينا. اصحي يا نايم، وحد الرزاق، رمضان كريم. وطبعا خناقة كل ليلة: يا واد قوم الفجر هيقدن، يا بت اصحي هتعطشي. ونفضل نشد في اللحاف الدماسة اللي متدمسة في البيت، ريحتها بتطبطب على القلب وبتقولك إن البيت ده فيه بركة. شوكة بتنزل بهدوء تهرس الفول وهو لسه طالع بدخانه. شايفين القوام؟ زبدة، أيوة هو ده الفول المظبوط. وعصرة الليمون اللي بتخلي العين تلمع قبل البق. الريحة يا جماعة خيال. أما الطاسة الألمونيوم دي فهي بطلة الليلة. معلقة سمنة بلدي مرملة وننزل بالبيض. الطشة دي هي الموسيقى الحقيقية للسحور أول يوم. وعلى الطبلية كل حاجة في مكانها. العيش المقمر في ثباته، والجبنة بالطماطم اللي اللمة هي اللي بتبرد على قلبنا. رضاك يا الروح، الوضوء في الفجر له هيبة، والسكينة بتبدأ تنزل على البيت كله. اللمة دي هي اللي بتشحننا لبقية الشهر. ركعتين الفجر اللي بيهم بنبدأ يومنا بالبركة. وبعد الصلاة نفتح المصحف، أول جزء سورة البقرة، وبداية الرحلة مع ربنا. النور اللي بيدخل من الشباك مع أول آية بيطمنك إن رمضان ده حيكون غير. تقبل الله منا ومنكم، ويجعل بيوتكم دايما عامرة بالخير والذكر والكرانيش. استنونا في حكاية جديدة من على رف النملية.